تاع الانصار هنا، حتى الانصار في الكابون غاضبين جدا. تصوروا هذه فيه صور ولا مباشره من فرانسفيل هكذا. نعم، ما خليني نقرا. روادي هذو الانصار اللي متواجدين في الكابون غير راضيين تماما على المواجهه على طبعا للجزائر. هذا مع عبد القادر والكثير كمان. خلاص اليوم شافوا هما راهم يعرفوا ثاني، خلاص هم شافوا بان هذا المنتخب خلاص الحق لواحد الدرجه لازم تغيير. رواديكاش هذو الانصار اللي متواجدين في الكابون غير راضيين تماما على المواجهه. السلام عليكم. قبل الاولى والثانيه حقيقه القلب راه باغينا نديروا انتفاضه، من الله اعلم. انا متشائم ماذا بيا من انا جزائري ونبغي الجزائر، ماذا بيا الفريق الوطني اموا يفوز اليوم ويدير حاجه اموا فوز تاع الشرف، اموا يردوا الشرف للجزائر اللي شرف الجزائر راه هنا في الغابون كاع راهم يضحكوا علينا. شابين نقولوا الله يهدي هذه الهيئه الكرويه تاعنا اللي وصلتنا هذا الموصل اللي سوء التسيير تاعها، ونحاول ندير رساله للجمهور الجزائري وكل اللي راهم يتفرجوا فينا باللي احنا المجموعه تاعنا تاع المناصرين احنا كنا في سفاري. دخلنا اليوم الصباح من سفاري لوبيتال الحيوانات، دخلنا من اجل كنا قادرين نكملوا السياحه تاعنا باش نبينوا بلي احنا تاع روح رياضيه ونبغوا البلاد ونتفرج. دائما وفيه انا شوي مناصر، انا مناصر تاع الفريق الوطني، مانيش مناصر تاع اشخاص. هاد الاشخاص كنت نحترمهم من قبل واحترمتهم وقلتهم باللي انتم اقوياء. الان لكل بدايه نهايه، لكل بدايه نهايه. خدموا الله يكثر خيرهم، دروك يخلوا كما يقول لك لا روليف حاجه جديده، كما يقولوا التداول على التداول، اللي قيجوا ناس اللي يمدوا جديد يمدوا دم جديد، باسكو هذه السياسه صاي حكمت بكري دوك ما حكمتش. وحاولش واحد النقطه ناكد عليها، حنايا المناصرين انا وكادي وخالد وعصام تاع بريكه وجماعه كل، حنا ما جيناش من العدم، حنا عندنا اولاد، عندنا عائلات، عندنا تجارتنا، حنا ما نحتاجوا اي واحد يخلص علينا ولا حاجه. حنا كنا خاصنا غير يحترمونا. انت مثال كنا في تونس، التدريبات تاع تونس جابوا الكسكس للانصار تاعهم، السنغال كذلك. حنايا من نروحوا التدريبات كل شافوا ناس كل شافوا وحدين جواسيس جاوهم، وحنا رانا معاهم صافي ديزاني يعرفونا غايه ويلعبوها ما شافوناش كاع. ومن بعد يخرجك يقول لك اخرج ويقول لك بطريقه يعني يقول لهم رحلوا كاع يفوزوا اليوم ويتاهلوا، ونقعد توجو في كلمتي باللي ارحل. هذا رئيس الفدراليه والجماعه تاعو راني نقول لهم ارحلوا. شكرا كاع اللي درتوه فينا، ميرسي بوكو، شكرا، مي ارحلوا صاي. ونقطه اخيره اخي بلال تعطيني الفرصه، حنايا ما نتابعين حتى لواحد. هاد الصوالح جاو من ريسانا باسكو شفنا التسيير كي داير، شفنا من اثيوبيا، من نيجيريا، من تنزانيا، من الشيشل، مقابلات في البنين، شفنا كيما يعملوا. عمرنا ما قالوا لنا كي راكم دايرين ولا حوسوا علينا ولا اوموا ان بتيت اكي هكا يطلع لي المورال. ما قلتلاش عطيني دراهم انا ما سحقيش. نشكرك. معليش وارين نعطوك الكلمه الكادي. تفضل كادي. اليوم شفنا باللي راكم ماكمش تمام، غاضبين باش من المنتخب. بيان سور باسكو بلادنا في اللعب. بون السلام عليكم. بلادنا في اللعب باسكو حنا شفنا باللي ديجا حنا كنا مأثرين على التأهل للروس تاع 2018 اللي الشعب الجزائري كاع يحب الكوب لاكوب دي موند سي في دمنا. الخيبه تاع الكاميرون في بليده زي تاع نيجيريا هذيك اللي كنا ثم في 5 وتأثرنا بزاف، خاطر حنا كنا قادرين نديروا حاجه ثم وشفنا باللي ما درناش حاجه. ثم شفنا باللي المنتخب النيجيري هو اللي دار طلعنا المورال. حنا نهار في التدريبات عيطوا لنا هذيك شفتوا الفيديو هذاك
المهم احنا توجور مع ليكيب ناسيونال وراء الفريق الوطني. علاش؟ باسكو نحبوا البلاد، وحنا كما قال خويا الهواري حنا انا ديجا على دو 13 من 83 انا نتبع ليكيب ناسيونال، وفي 90 حضرت لا كوب دي موند 5 تاع نيجيريا حتى لا فينال. كنت فرحان، فرحت، كنت 19 و 20 فرحان، كنت حابزين نفرح وحده ويكبر. مولا دراري راه كبر وخلى كما قال خلى ولادو اللي في الجيري بصح وشنو خلى ولادو في الجيري بصح بولا انا جينا في ثوب البطل لهذا المنافسه. جوستيمون هذه تو الموت بال لاجيري على الورق باللي حنايا مع لي جوار اللي عندنا ومع خويا عندنا ارماده تاع اللاعبين في اوروبا. زيد الاموال راهي اموال طائله تصرف عليهم، صح ولا لا؟ كادي توقعك بزاف عجل كان لي ريسبي هذا ما كان حاجه واحده اخرى. راك تلعب على البلاد وراني ناصر على البلاد معناتها لا تيري واحد خوسي الجيري لا نحبوا البلاد كاع. العب اليوم يا خويا باسكو احنا كنا قاعدين نروحوا بصح ما نروحوش نكمل تروزيام ماتش تربح انا معاك تخسر انا معاك بصح كاين حاجه طلع لنا النيفو يا خويا لينا وسينا ماشي لينا حنايا طلع النيفو كي تربح قسما بالله غير معاك ظالم ومظلوم نورمال بصح اربح ما تخليش بايزون ديك تونس هبلونا هنا في الاخر ولي زافريكان تاع كابو صح عقلين بصح هبلونا يا خو الحشي واحد يهبل لنا يا خويا. حمزه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا لك بلال هرنون على هذه المداخله، كنت معنا على الكريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خالد بدره. كنت قد اتصلت بك لحظه تعيين جورج ليكانز، اتذكر جيدا قلت لي ليس هذا المدرب المناسب للمنتخب الجزائري. هل هذه المره بعد مباراتين اثنتين في الكان ترى انه نفس الكلام ستقوله بعد مواجهتين للجزائر؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اني تكلمت على مدرب. اذا انا عندي ذخيره من اللاعبين من طراز عالي ويلعبوا او نيفو كما المنتخب الجزائري عنده لاعبين كبار وقادرين باش يعطيوا الاضافه والدفع معناتها في اي وقت تنتظر منه. اذا انا مدرب بنجيب مدرب ماهوش في القيمه نتاع اللاعبين هذم، كيف حتنتظر منه النتيجه والاداء؟ انا نشوف الاداء نتاع المنتخب الجزائري في كاس العالم معناتها كان الاداء نتاعو من طراز عالي، وحتى في المشاركات الافريقيه ما تقدم مستويات طيبه ومستويات كبيره. اليوم نشوف المنتخب الجزائري الحاضر الغايب، نشوف كان في الفانيلا الجزائريه بس، ما شفتش اللاعبين، ما شفتش الروح القتاليه نتاع اللاعبين. حتى في منتخب زيمبابوي في اول مباراه كان الاداء نتاع المنتخب الجزائري ورغم التعادل 2-2 كان المنتخب الزيمبابوي افضل من المنتخب الجزائري. وانا عارف اللي حتى الخطط التكتيكيه نتاع المدرب ما عطات ولا شيء للفريق، ما فماش حتى نحن نقولوا البلوس نتاع المدرب في مقابله معناتها اللي هو منتخب مغمور. منتخب زيمبابوي منتخب مغمور، ومنتخب الجزائري منتخب كبير، منتخب عنده لاعبين من طراز عالي، مترشح متاهل في كاس العالم للدور الثاني. يجي ينزل المستوى نتاعو يشوف معناتها يلعب ضد فريق زيمبابوي بالمستوى هذاك معناتها عيب. انا نشوف هذا ضد منتخب تونس معناتها الاداء نتاعو معناتها في 10 دقائق ولا 15 دقيقه كان الاداء طيب واداء ممتاز. قلت ثم الرياكشن نتاع اللاعبين، وانا شفت العكس. بعدين منتخب تونس خذا المباراه بزمام الامور وعمل له عروض فنيه كبيره وقدم مستوى كبير معناتها بالخصوص الشوط الثاني. يعني خالد بدره نعم يعني عفوا على المقاطعه، يعني خالد بدره هل ما عندنا ما نستناو من هذا المدرب جورج ليكانز سواء في المواجهه بعد قليل؟ والله انا نشوف حاجه بس، انا نشوف معناتها رئيس الجامعه الجزائري السيد روراوه معناتها قدم الرياضه الجزائريه كل ما لديه واعطى الاضافه التامه للمنتخب الجزائري. تتحدث لانه في التلفزيون التونسي عموما في حصه الاحد الرياضي خذوا النقاش طبعا من هذه الحصه وبثوا الصراع اللي كان والحديث على محمد روراوه. تفضل. انا نتكلم على روراوه على خاطر قدم مستويات كبيره وهو من سبب الانجاح معناتها في الرياضه الجزائريه. هذا مش رمي ورود ولا انسان معناتها يوصل يقدم مستويات كبيره. انا مش عارف معناتها السيد روراوه في الفترة الأخيرة معناتها كيف كان تخمامه وكيف كان تفكيره. المفروض معناتها كان تفكيره عالي وتفكيره كبير. المفروض معناتها المدرب هذا ما يكونش موجود على رأس المنتخب الجزائري، على خاطر المنتخب الجزائري قاعد ينظر لقدام، قاعد يقدم في أداء وفي النجاح. خالد بدر عفوا، النجاح تاع محمد روراوه لما يجيب مدرب من هذا الشكل، وانت كنت انتقدت كثيرا وتفاجأت اتذكر جيدا وقلت لي انا اتفاجأ كيف برئيس اتحادية عنده خبرة يجيب هذا المدرب. قبل ذلك ايضا
فشل بالنسبة لمغادرة غوركيف، قبل عفوا رايفاتس، قبل ذلك كريسون غوركيف، قبل ذلك ما قدرناش نقلعوا حليلوزيتش. هذه التراكمات، ثم تلعب امام موريتانيا وتفشل في مباراتين في الكان، وانت الناس كلها تشوف انه الجزائر كانت حابه تدير حاجه في هذا الكان. اين النجاح في كل هذا ما رايك؟